الكنافة بالقشطة من ألذ أنواع الكنافة. هنعملها النهاردة بالنسخة المصرية، وإن شاء الله تطلع معاكي متماسكة والخلطة بخرطتها من غير ما الكريمة تخرج بره. وهنعمل شربات الكنافة التقيل بزيادة واللي يخليها مقرمشة من بره وطرية من جوه. بسم الله، يلا بينا نبتدي. هنجهز اول حاجه الشربات. هنحتاج كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه واحده بس من الميه. نحطهم على النار لحد ما السكر يدوب، وممنوع التقليب خالص، مش هقلب خالص الا بعد السكر ما يدوب. بعدين اول ما السكر يختفي هنزل بنص عصره ليمون. بعدين هخليهم يكملوا على النار ياخد غلوه. اهم حاجه نشيل اي بذر ليمون ونشيل اي ريم، لان الريم الابيض ده بيعمل حبيبات سكر كده، فلازم نشيله ونتخلص منه. بعدين بعد ما نحطه غلوه على النار هنرجع بعد ما نخلص بقى خلاص كده وخلص، سيبه 5 دقايق يغلي. نزود عليه معلقه صغيره من الفانيليا البودره او نقطتين من الفانيليا السايله، وهننزل بمكعب واحد من الزبده. وبكده نكون خلصنا الشربات وهنركنه على جنب. هنعمل الكنافه. نجيب صينيه وسط وبعدين هننزل فيها بكميه وفيره من السمنه. كميه السمنه اللي هستخدمها على نص كيلو كنافه هي كوبايه كبيره من السمنه او 250 جرام من السمنه. ركزوا معايا. هدهن من تحت، يعني هحط فيها نص كوبايه من السمنه في قعر الصينيه من تحت، نص كوبايه من السمنه. بعدين هنبدا ان احنا ندهن الصينيه كويس من الاطراف ومن القعر. كده بقى على جنب. يلا بينا نعمل الكنافه. نجيب نص كيلو من الكنافه نحطها في الفريزر لمده ساعه. نبدا بقى ان احنا نفركها على ايدينا او نحطها في الخلاط او نحطها في محضره الطعام، بس ما ننعمهاش قوي، يعني تبقى الشعيرات بتاعتها قد عقله الصبع كده احنا خلصنا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ الشعيرات مش تخينه قوي، مش كبيره قوي. نجيب بقى على نص كيلو ده كوبايه كامله من السكر البودر، سكر طحينه او سكر بودر جاهز. السكر البودر ده اللي بيديها اللون الذهبي او اللي احنا بنشوفه ده. نبدا ان احنا نقلبه كويس جدا في الكنافه، ولو قابلنا حاجه لسه ما اتهرتش او ما اتفرفتش نعملها بايدينا. كده خلصنا الكنافه. هنبدا ان احنا نفردها في الصينيه، بس هنفردها بكميه ايه؟ تلتين تحت والتلت فوق. يبقى نستخدم تلتين الكنافه او كميه الكنافه اللي معانا تحت والتلت فوق. ان احنا نفردها، واحنا بنفرد لازم نعمل لها حواف كده علشان قشطه لما نيجي نحطها في الكنافه ما تطلعش بره. نعمل ونتك شويه على الجناب ونضغط كده. بعدين نجيب صينيه اصغر او طبق اصغر ونبدا ان احنا نضغط كده ونضغط ناخد على بره علشان نعمل حواف ونثبت علشان القشطه ما تطلعش بره. بعد ما نسوي الحواف كلها وتبقى معانا بالمنظر اللي انتم شايفينه ده كده بقى على جنب. هنجهز معانا بقى بقيه الكميه الماده الدهنيه اللي معانا، هتبقى ميكس ما بين الزبده والسمنه. يبقى نص الكميه. احنا كده بقى معانا نص كوبايه بس، هنستخدمها نصها سمنه على زبده. هنبدا ان احنا ندهن بيها القاعده دي كده بفرشه كده او بمعلقه كده ونرشرش كده، مش هنكب على طول الكميه كلها. حط معانا نص الكميه اللي كانت موجوده معانا، اللي هي اصلا بما يعادل ربع كوبايه من الماده الدهنيه اللي هي ميكس بالسمنه والزبده. كنا بقى على جنب. يلا بينا نعمل القشطه. كوبايتين من الحليب عليهم ربع كوبايه من بودره الكاستر. بعدين هنقلبهم كويس جدا. ممكن تعمليها القشطه اللي هي العربي اللي هي بالسميد، او ممكن تعمليها بالقشطه المصريه اللي هي بالدقيق والنشا، بس الكاستر دي اسهل حاجه واسرع حاجه واطعم حاجه. هنستمر في التقليب كده على نار متوسطه لحد ما تبدا ان هي تتقل معانا. وبعد ما تتقل معانا هنطفي عليها النار وهنضيف نقطتين من الفانيليا السايله ومعانا مكعب من الزبده. نركن وبس. خلصت بقى كده معانا قشطه الكاستر. هنيجي بقى نصبها على الكنافه وهي سخنه، ما تسيبهاش تبرد. بردت منك مش هتعرفي تفرديها بكل سلاسه زي ما انت شايفه. شايفين قوامها ناعم ازاي وسلس ازاي بدون اي كلاكيع؟ عشان انا بفضل اقلب فيها طول ما هي على النار، ما اشيلش ايدي منها خالص عشان ما تلزقش وما تعملش حتت بن وما تكلكعش، فايدك فيها على طول. سيبها بقى دلوقتي تبرد 5 دقايق وربع ساعه لحد ما تبدا ان هي تبرد وتعمل طبقه كده، طبقه قشره كده. وشايفين هتبقى ماسكه كده، يعني تبقى متماسكه معانا كده يمين وشمال هي ساكنه. وطبعا لما نيجي نحط الكريمه ما نخرجش بره علشان ما تخرجش مننا واحنا بنقطعها. نجيب بقى تلت الكنافه اللي احنا كنا راكنينه وهنحط على الكنافه كده من فوق وبمعلقه خفيفه كده او بايدينا، ونبدا ان احنا زي ما بنقول كده نطبطب عليها، ما نضغطش جامد، لان لو ضغطنا جامد القشطه هتطلع بره. بعدين هنجيب بقى بقيه الماده الدهنيه اللي كانت معانا اللي هي عباره عن ربع كوبايه او ميكس بين السمنه والزبده. احنا ليه ما استخدمناش الكميه كلها زبده؟ لان الزبده فيها نسبه حليب عاليه فده بينشف الكنافه، لازم تستخدمي سمنه. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200. هنشغل تحت بس لحد ما الكنافة تفصل كده عن الجدار بتاع الصينية تتحمر، وبعدين نشغلها بقى 5 دقايق من فوق تتحمر خد اللون الدهبي. نسيبها بقى عشان نقدمها، وبعدين وهي سخنة بقى هنحط عليها الشربات. هو شربات بارد والكنافة سخنة عشان الكنافة تتشرب، الشربافة سخنة والشربات بارد. وبعدين بقى بعد ما نحط الشربات هنحط كل كمية الشربات اللي معانا، هنغطيها بقى ونسيبها لحد ما تهدى، ويستحسن ان احنا نقعدها مثلا ساعتين 3 في التلاجة وبس. اتمنى تجربوها وبألف هنا على اللي هيجربها.